السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف شطرنج. معكم إياد رضوان. من فضلك اشترك بالقناة إذا كنت غير مشترك فيها، وحط لنا زر أعجبني لا تدعمنا بتقديم هالمحتوى. رح نشوف بهالفيديو 3 مواقف جميلة جدا فيها أفكار حلوة. فخلينا نشوف على السريع. الموقف الأول هذا هو وقف الفيديو وحاول تلاقي مات ب6 نقلات للاعب الأبيض. فإذا خلينا نشوف الحل هون اللاعب الأبيض بيلعب النقلة الأولى D4، فراح يرد عليه اللاعب الأسود B5، فراح تلعب أنت أكيد D5، فهون راح يرد عليك إجباري B4، فراح تاخد الجندي، وهيك راح يتقدم بالبيدق. والآن راح تتقدم وراح تتقدم وراح تعطي كشمات. شو الطريف بهذا الموقف وليش قلنا عنه أسهل موقف بالعالم؟ بنرجع هيك منشوف انه هون كل النقلات اللي لعبناها اجباريه. شوف اللاعب الابيض ما عنده اي نقله باستثناء النقله D4، واللاعب الاسود ايضا ما عنده اي نقله قانونيه باستثناء النقله B5، فهون اللاعب الابيض ايضا ما عنده اي نقله قانونيه باستثناء هي النقله، فكل النقلات اجباريه، فهون ما عنده اي نقله غير هي. والان اللاعب الابيض اجباري بده ياكل، ما عنده اي نقله غير هي. واللاعب الاسود ما عنده غير التقدم بالبيدق A، ما في عنده غير هي، وما عنده غير هي، وما عنده غير هي. الآن اللاعب الأسود عنده عدة خيارات، هو فقط خيارات الترقية، فرح نرقي لوزير أو حصان أو فيل أي شيء. والآن اللاعب الأبيض إجباري راح يعطيك شماط. فيعني هيك موقف طريف، كل النقلات إجبارية، فهو أسهل موقف لأنه أي لاعب راح يقدر يحله إجباري يعني. فإذا خلينا نشوف الموقف الثاني. هذا هو الموقف الثاني، هو موقف نهايات دقيق جدا. اللاعب الأبيض يلعب ويربح. مثل ما شايف اللاعب الأبيض يعني عنده بيدق سالك وخطير جدا، ولكن أيضا اللاعب الأسود يعني عنده فيل قوي. وهون مجرد ما اللاعب الأسود تقدم بهذا البيدق وفتح هذا الوتر لمراقبة خانة الترقية، يعني صعب جدا جدا إنه اللاعب الأبيض يربح، ومستحيل يعني حتى الملك راح يجيب البيدق. فإذا سهلت عليك المهمة. وقف الفيديو وحاول تلاقي كيف راح تربح كلاعب أبيض، وكيف راح تمنع الفيل إنه يعني يمنع اللاعب الأبيض من الترقية. خلينا نشوف الحل. الحل هون الحقيقة النقلة الأولى نقلة قوية جدا، وهي بيشوب على A7، طبعا مهدد الفيل، وتضحية جميلة جدا. هلا هون اللاعب الأسود إذا أكل الفيل أكيد يعني ما عاد عنده وقت لحتى يجيب هذا البيدق، وراح يربح اللاعب الأبيض بسهولة. إنه إذا إجا لهون مثلا راح يجي لهون مع كيش وزير ضد فيل وبيدق، راح تكون نهاية سهلة جدا. فإذا اللاعب الأسود هون ما في ياكل البيدق، إذا وين بده يروح بالفيل؟ أكيد يعني لازم يضل على هذا الوتر، وفي عنا هون خانتين فقط اللي هن C3 و A1. هلا هون راح يلعب على C3 أكيد، وراح نجي بالملك على C1. ليش أكيد على C3؟ لأنه نفس الشيء إذا إجا على A1 راح تجي وتطلب الفيل، والآن إجباري راح يرجع عنده فقط C3، لأنه هون مثل ما شايف مطلوب بالفيل عنده C3، فراح نجي بالملك على C2. شفتوا يعني رجعنا لنفس الموقف. فإذا على C2 الفيل الآن راح يرجع على D1. والآن وقف الفيديو وحاول تلاقي نقلة اللاعب الأبيض القوية جدا. بسبب هاي النقلة يعني أنا جبت لكم هذا اللغز. النقلة هون عزيزي المشاهد نقلة قوية جدا ومفاجئة، هي البشوب على D4. نقلة قوية وتضحية بالفيل، في ياخذ بالجندي وفي ياخذ بالفيل. طبعا إذا أخذ بالجندي هي الفكرة هون إنك بدك تجي لهون بالملك وتوقف هذا الجندي، وبالتالي تسكر هذا الوتر على الفيل، والطريق صار سالك أمام البيدق، وهيك راح تربح. طيب إذا أكل بالفيل راح تجي النقلة القوية كينج على D3. لاحظ الآن اللاعب الأسود ما في يتقدم بهذا البيدق، لأنه الفيل يعني راح يكون بدون حماية، وما معه الوقت لحتى يرجع بالفيل، لأنه هون نفس الفكرة راح تجي لهون وتجمد هذا البيدق، وبالتالي تحافظ على هذا الوتر مسكر. فإذا هاي النقلة قاتلة، ما في أي رد للاعب الأسود. هون إذا حاول يجي بالملك لحتى يلحق جندي راح تتقدم،
كش راح ياكل الفيل، وخلاص يعني الوضع صار ربح سهل للاعب الأبيض. فإذا هذا هو الموقف الثاني. خلينا نشوف الموقف الثالث، وراح نشوف هذا هو الموقف الثالث. موقف جميل جدا. اللاعب الأبيض يلعب ويربح، مثل ما شايف عنده جندي زيادة على وشك الترقية، ولكن مشكلة هذا الجندي إنه مربوط بالوزير. فكيف راح نطرد هالوزير من هذا الوتر حتى نستطيع إنه نرقي هذا الجندي؟ فوقف الفيديو، حاول تلاقي لنا الحل. الحل هون عزيزي المشاهد، نقلة الأولى نقلة قوية جدا، هي كوين بي 4. لاحظ الآن الملك الأسود ما بتحرك، فراح يتحرك الوزير. أي نقلة على غير هذا الوتر راح تؤدي لترقية فورية. فمثلا كش من هون راح يكون في عنا ترقية فورية، وخلاص وزيرين ضد وزير، نهاية سهلة جدا. فإذا اللاعب الأسود إذا بده يضل على هذا الوتر، نشوف هاي الخانة ممنوعة، ففي عنده 4 خانات. خلينا نشوفهم على السريع وحدة وحدة. إذا إجا لهون ببساطة راح يكون عنا كوين اي 4 كش، راح يجي الملك لهون. والآن شو النقلة الأفضل؟ وقف الفيديو أيضا وحاول تلاقي نقلة اللاعب الأبيض الحاسمة بهذا الموقف. عزيزي المشاهد، هون نقلة الأبيض الحاسمة هي كوين على البي 3. مثل ما انك شايف طالب الوزير وطالب الملك، وإجباري الآن اللاعب الأسود بده يكسر. فهون راح يكون في عنا ترقية كيش، راح ياكل الوزير ويربح اللاعب الأسود بسهولة. فهون إذا الأسود راح على الدي 5 راح يكون الربح سهل، وإذا راح على الاف 3 أيضا راح يكون الربح سهل بنفس الفكرة. كش الملك إجباري لهون، والآن أظنك عرفت النقلة هي كوين على البي 3. ومثل ما انك شايف يعني طالب الوزير وإجباري راح ياخد الوزير، وراح يكون في عنا ترقية وراح تكسب الدور. فإذا بنرجع، إذا نشوف الخيار الثالث راح يروح الوزير على الجي 2، وأيضا هون نفس الفكرة تماما، كوين على الاي 3 كش، إجباري راح يجي على العمود بي، والآن كوين على البي 3 كش. ولاحظ نفس الفكرة تماما، والآن بده ياكل كش وبتاكل الوزير وبتربح. فإذا بنرجع الآن، إذا راح الوزير على الخيار الرابع أمامه واللي هو الاتش، الحقيقة راح يكون في عنا الوضع أعقد شوي. فهون راح يكون عنا الكوين على الاي 3 كش. طبعا هون الملك له خيارين، طبعا إذا إجا لهون ببساطة كوين بي 2، والآن بيطلع الملك وبفك الربط، والآن الترقية قادمة بشكل إجباري. فإذا هون الملك لازم يروح على البي 3. فهون كوين بي 2 كش، ولاحظ اللاعب الأسود عنده 4 خيارات. الملك إما أنه يرجع على العمود A على أي واحد من هدول المربعات، أو يروح على العمود C طبعا على أي واحد من هالمربعات. طبعا هذا المربع رح نستثنيه، ليش؟ لأنه رح يقطع ربط الوزير، وهون مباشرة رح يكون في عنا ترقية وربح سهل للاعب الأسود. وهون أي واحد من هدول المربعات رح يكون في عنا نفس السيناريو، كش من هون رح يضطر يرجع على العمود بي، والآن كش من البي. ولاحظ يعني راح الوزير إجباري، مضطر تاكل، رح يكون في عنا ترقية ورح تربح. فرح نشوف الخيار الثالث. الخيار الثالث انك تجي على السي 5. فهون ببساطة كينج على الاي 7 ايضا، وخلاص طلع الملك وفك الربط، والبيدق يعني على وشك الترقية. فالخيار الاخير هو الكينج على السي 7. والآن أيضا شو نقلة اللاعب الأبيض الأفضل؟ نقلة أيضا قوية جدا، وهي كوين على الاتش 2 كش. مثل ما ملاحظ إجباري يعني بدك تاخد الوزير هون. فالآن وزير كش، فرح يجي لهون، والآن رح ياخد الوزير مع كش ماب. هذا هو اللغز الثالث. ضل عنا فقط سؤال الفيديو، بنرجع للموقف من أوله. خلينا نعطيكم سؤال الفيديو، رح يكون سؤال جميل. قلنا اللاعب الأبيض هون رح يلعب
كوين على البي 5 وشفنا خيارات اللاعب الأسود، ولكن هون في خيار ما شفناه واللي هو كوين على السي 5. الآن وقف الفيديو وحاول تلاقي نقلة اللاعب الأبيض القادمة. طبعا عزيزي المشاهد إذا شفت النقلة أكل الوزير فهي خاطئة تماما، لأنه اللاعب الأسود مثل ما أنك شايف يعني بوضع ستيل مات وهي خاطئة. أما إذا شفت الترقية لوزير فطبعا هي خاطئة أيضا. ليش؟ لأنه هون ببساطة رح يأكل هذا الوزير ورح يصير عنا الوضع تعادل، لأنك إذا أكلت أيضا رح يكون في عنا ستيل مات. إذا اللاعب الأبيض عنده عدة طرق للربح، ببساطة ممكن يكون في عنا كش من هون وتؤدي لربح بسيط مثل ما أنك شايف، ولكن الأفضل هون هو النقلة القوية جدا، الترقية لحصان مع كش مات. فإذا شفت الترقية لحصان لما قلت لك سؤال اللغز فبهنيك، أنت لاعب شطرنج جيد. هذا هو كان الفيديو لليوم، شكرا للمتابعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، نلتقي مجددا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.